ديسير باونتي، تحلية بزاف بنينة وسهلة ومحبوبة جدا عند الناس اللي تعشق جوز الهند. أول شي نحتاجو 250 جرام حليب راح نحطه في كاسرولة مع كاس غرباط على كريم فريش ما يعادل 125 جرام، الزوج مغارف كبار من السكر العادي ما يعادل 30 جرام، وملعقة كبيرة نشاء الذرة ما يعادل 20 جرام. نخلط الكل جيدا مع بعض وندي كاسرولة تاعي فوق نار اللي تكون هادئة مع التحريك المتواصل باش الخليط تاعنا ما يعملش كتل حتى نتحصلوا على كريمة اللي تكون عقدة. رايحة نحيها من فوق النار، رايحة نضيف لها 3 مغارف كبار من جوز الهند اللي يكون نوعية جيدة ما يعادل 15 جرام، ونضيف أيضا باتاغون تاع جوز الهند باش نعززوا النكهة عندنا. وبعد ما خلطت جيدا راح نفرغ الكريمة ولا الخليط اللي تحصلنا عليه في صحن ولا وعاء ونغطيه بابي فيلم ولازم يكون يلامس الوجه، وراح نخليها بجي حتى تبرد جيدا. وفي هذا الوقت رايحين نحضروا الغاناش مع بعض اللي نحتاج فيه 200 جرام باتا غلاسي الوجدان اولي، راح نقطعها الى قطع صغيره ونحطها في ريسيبيون، راح نحطها في حمام مائي ولا في الميكرووند مع التحريك حتى تذوب. وبعد ما ذابت شوكولا وما بقاتش فيها حتى حبيبات راح نضيف عليها هنايا 50 جرام زبده اللي راح تجيكم ملعقه كبيره، ونضيف ايضا 100 جرام حليب يعني نص كاس، ونخلط جيدا حتى يتجانس الكل مع بعض، ورايحين تحصلوا على غاناش. من بعد راح نخليه يبرد، لازم يكون الغاناش تاعكم بارد، ونبداو نحضروا لي فيغين تاعنا. نحط الغاناش تاعي كطبقه اولى هكذا غير شويه ما نلحقوش يعني للنص. من بعد راح نحطه في الثلاجه حتى يبرد ويتماسك هذاك الغاناش. من بعد راح نعمل طبقه اخرى من الكريمه بعد ما عقدت وبردت، ونسوي الوجه بملعقة، ومباشرة راح نزيد نحط طبقة من الغاناش. من بعد نحاول اني نسوي هذاك الغاناش تاعي هكذا باش يتوزع كامل على الوجه. من بعد راح ندخل لي فيغين تاوعي للثلاجة باش يبردوا مليح، وكما على بالكم التحليات كل ما يبردوا مليح كل ما يجونا بنان اكثر. في الأخير زينتهم بشوية تاع نوات كوكو وأيضا حلوة تاع الباونتي. إذا كانت هذه نتيجة تاع التحلية تاعنا ولا الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، إن شاء الله يا ربي تجربوها وما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة، ونلتقي في فيديو جديد. سلام.